ركزوا معايا بقى في الكلام ده كويس. بتروح بقى تعمل عند السيد البدوي؟ بروح والله يا ماشي يا اخويا، انا اضطر اكلمك واحد. بروح، امم انت فاهمني بقى، يعني بدأ ربنا بيبقى نفسي في حاجه، انت فاهمني اي طب كده. بتروح تقول يا سيد يا بدوي انا نفسي في كذا مثلا؟ لا، للمقامات اللي هناك. جميل جدا. تعرف بقى الكلام اللي انت بتعمله ده شرك يا كريم؟ ادي حضراتكم سمعتوا بودنكم. بتروح تعمل ايه يا كريم عند السيد البدوي؟ قال له بروح ادعي ربنا. منين بقى الكلام ده شرك؟ منين الراجل بيقول لك بدعي ربنا ما بدعيش السيد البدوي؟ تقول يا سيد يا بدوي انا نفسي في كذا مثلا؟ لا، للمقامات اللي هناك. جميل جدا. تعرف بقى الكلام اللي انت بتعمله ده بيقول له ايه؟ بتروح بقى هناك وتقول يا سيد يا بدوي والكلام ده؟ عايز الراجل اللي بيكلمه هو اللي يقول له انا بروح هناك وبدعي البدوي وبقول يا بدوي. هو عايزه ينطق بالحته دي علشان يقول له الكلام ده شرك، لكن هو ما نطقش، ما قالش انا بعمل كده. تعرف بقى الكلام اللي انت بتعمله ده شرك يا كريم؟ لا، ما اعرفش عشان ما اضحكش. شرك ده بقى. بصوا يا جماعه، ركزوا للكلام اللي انا بقوله يا شباب. محدش ولا يروح الحسين ولا البدوي ولا الكلام ده كله. ركزوا يا شباب، محدش يروح الحسين ولا البدوي ولا الكلام ده كله، عشان دول كفره، الكلام ده شرك ما نعملوش. منين جاب الكلام ده؟ انا ما اعرفش. ينفع اصلي في المساجد اللي فيها اضرحه زي البدوي والحسين؟ ينفع. ينفع ادعي هناك؟ ينفع، لان انا في النهايه بدعي ربنا سبحانه وتعالى، لا بدعي البدوي ولا بدعي الحسين. لما بنروح وندعي هناك، احنا هناك بنتوسل بيهم بس، مش بندعيهم هم. فالله يكرمكم الكلام يكون محترم والكلام يكون عاقل، بلاش اي كلام وخلاص.